لو كنت هتسمع لكلام الناس اللي بيقولوا على نفسهم تقدميين والمسلمين، سواء المتشددين أو اللي بيظهروا بشكل متفتح، هتفتكر إن المسلمين هم أكتر ناس مضطهدين في العالم. مفيش مجموعة تانية مضطهدة أكتر من المسلمين. اسمع الراجل ده. تطرف اليمين المتطرف خارج عن السيطرة في المملكة المتحدة. نهاية الأسبوع اللي فات تجمع في بريطانيا كان واحد من أكبر الفعاليات للمسلمين هناك، واتقفل بدري لأن شرطة مكافحة الإرهاب كانوا شايفين إن في تهديد حقيقي للحاضرين. أيوة، وقبضوا على الناس دول. أنت عارف أنا عملت فيديو منفصل عن الموضوع ده، باين إن واحدة من أكبر الخدع في تاريخ المملكة المتحدة. في ناس كانوا بس بيصوروا الحدث باستخدام طيارة بدون طيار، واشتبهوا إنهم هيرموا قنابل عليهم باستخدام الطيارات بدون طيار بتاعتهم زي ما بيحصل في أوكرانيا، وبص على الراجل ده نط عليها على طول. أكبر ضحية. تم القبض على 12 شخص دلوقتي بموجب قانون الإرهاب. بص على تعبير وشه، فاكر ده نفس الراجل العنصري. هو الراجل ده في 99% من الاجتماعات اللي بروحها انا الوحيد اللي مش ابيض في الاوضه. بس ليه بنتفاجئ لما نلاقي ان اعلى المناصب في اسكتلندا بيشغلها تقريبا بس الناس البيض؟ خد حقيبتي الوزاريه كمثال. اللورد بريزيدنت ابيض، اللورد جاستس كلارك ابيض، كل قاضي في المحكمه العليا ابيض، اللورد ادفوكيت ابيض، المحامي العام ابيض، رئيس الشرطه ابيض، كل نائب لرئيس الشرطه ابيض، كل مساعد رئيس الشرطه ابيض، رئيس جمعيه المحامين ابيض، رئيس هيئه المحامين ابيض، كل رئيس كل محافظ ابيض. ومش بس العداله، المسؤول الطبي الاول ابيض، المسؤول الاول عن التمريض ابيض، كبير الاطباء البيطريين ابيض، كبير مستشاري العمل الاجتماعي ابيض. تقريبا كل نقابه عماليه في البلد دي بيرأسها ناس بيض. في الحكومه الاسكتلنديه كل مدير عام ابيض، كل رئيس لاي هيئه عامه ابيض. ده مش كفايه. ده مش كفاية. عارف لو رحت اليابان هتلاقي 99% من السياسيين هناك هيبقوا بيض. بس في الحقيقة الوضع مختلف تماما. زي ما قلت هم أكبر ضحايا في العالم، سواء في العالم الإسلامي أو غير الإسلامي. بس في الواقع هم بيتصرفوا كده. بص على ده. الله اكبر، الله اكبر. فعلشان أديك شوية سياق، في شوية مسيحيين عاملين مسيرة زي ما انت شايف في بوستر ليسوع هناك، وكمان في شوية صلبان هناك. والناس دول اللي زي نياندرتال افتكروا انه عادي يروحوا هناك ويستفزوهم ويزعقوهم ويصرخوا الله أكبر ويعملوا أصوات دماغ الحمار بتاعتهم. بص على القرد الصغير ده، بص قد ايه هو متحمس، بينط فوق وتحت، وحبيبه التاني هيكون بيبتسم. أوه، يا إلهي، إيه القرف ده؟ إيه القرف؟ كيبوتس، هللويا! إيه الأخبار كيبوتس؟ هللويا! الراجل ده إرهابي مدان. هو بيضحك. هما باين عليهم خايفين بالنسبة لك، باين عليهم مجموعة مضطهدة. ليه ما تقبضش عليهم زي الراجل ده؟ شوف كده، المسلمين ماشيين في مسيرة، في الحقيقة المؤيدين لفلسطين هم اللي ماشيين. فمن الواضح أنهم مؤيدين للإسلام جدا كمان. يا جماعة الموضوع بقى واضح. أنا تعبت من إني مش قادر أتحرك في مدينتي. دي شغلانة. بصوا لنفسكم كلكم بتضحكوا، روحوا قاتلوا، اعملوا حاجة مفيدة. دول إرهابيين. دي موت الحماس، دي موت حزب الله. حياة السوق مهم عادي، لما الستات بيتعرضوا لانتهاكات جنسية طول الوقت. ده صح. عارف؟ لما الستات بيستقروا النار بتتراقب. ها، ولما الأطفال بيتعرضوا للاغتصاب والقتل في بلدي، ده بالظبط اللي بيحصل. وانت واقف هناك بتبتسر. محمد والمسلمين مش أكتر من أيديولوجيات شريرة، ده شر. وأنت بتعمل إيه هناك؟ إحنا رايحين للناحية التانية. هو قال محمد والمسلمين، أظن كان يقصد يقول الإسلام، بس قال شر، هم أيديولوجيات شريرة. وهو اتقبض عليه بتهمة الإخلال بالنظام العام. انت بتعمل ايه؟ ايه؟ انا ليا الحق رشال. ده مش صح. أنت قلت اسمي. أيوة محمد شخصية تاريخية، ازاي ده عنصري؟ اسأل بس. اديني ده. اديني ده، اديني ده. انت بتعمل ايه؟ ليه بتتصرف بقلة ذوق كده؟ ده عيد ميلادك، ليه دايما كده؟ عشانك بخيل شوية يا صاحبي. أنت ايه انت لسه زقتني في الباب الزفت ده؟ ليه بتعاملني كده؟ ايه ده؟ شاطر. هيبقى عنده سجل جنائي طول حياته بسبب الموضوع ده، وكل مرة يروح أمريكا هيضطر يقول، لأن أمريكا بتسألك السؤال ده، هل اتقبض عليك قبل كده؟ هيضطر يقول آه.
ليه؟ عشان كده واو، كل حاجة عندي قانونية انا همشي الاول. ولا حاجه. ولا أي حاجة خالص. أيوه، هو اتقبض عليه عشان قال كده. دلوقتي يلا نرجع للنياندرتال. دول الناس دي بص عليهم، بص على كل العساكر دول، لحاسين، معاتيه، تيمي، ناس عديمي الحياء، ناس عديمي الحياء. العساكر دول ما عندهمش حياء. عارفين يا جماعة؟ عشان كده ده بيحصل. بصوا على ده، لا للإسلام، لا للإسلام. وكان في جرافيتي تاني انتشر اليومين اللي فاتوا ده. بصوا على ده. السبب الأول للإسلاموفوبيا هو تصرفات المسلمين. بصوا على ده، بصوا على التصرف ده. إيه التصرف ده؟ إيه التصرف ده؟ شوفوا العدوانية دي عاملة إزاي. شوفوا العدوانية دي عاملة إزاي. والضباط دول ناس ضعاف وجبناء، جبناء فعلا. بص عليهم واقفين مش بيعملوا أي حاجة، بس قبضوا على الراجل الأبيض ده لمجرد إنه قال إن الإسلام أيديولوجية شريرة. محمد والإسلام شر. بصوا على ده، ده بيحصل في كل حتة في العالم يا جماعة. دي النرويج، دي النرويج. يا ساتر، مين ممكن يعمل كده في بلده؟ مين ممكن يعمل كده؟ واو. الناس اللي عملوا كده أنا آسف، مفيش كلمة تانية أوصفهم بيها. هم خونة، وأحلى حاجة إنهم بيقولوا لك هم هيعملوا فيك إيه. لكل أعبائه. هو في حاجة زي دي في الإسلام؟ لا، هل في صفة للإيمان؟ لا. لو بصينا على حديث واحد للرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، صحيح مسلم، فما فيش مسلم سني يقدر يعترض على صحيح مسلم أو صحيح البخاري. اكيد. رسول الله قال ما تسلموش على اليهود والنصارى قبل ما يسلموا عليكم، ولما تقابلوا أي حد منهم في الطريق خلوهم يمشوا في الجزء الضيق منه. والإمام مالك قال نفس الكلام. عشان كده كان في فيديو لمسلم في بريطانيا كان بيعمل نفس الحاجة بالظبط. فعلا كان ماشي في جولداس جرين أو حاجة زي كده، وكان بيدفع يهودي، كان فعلا بيدفع اليهودي ناحية الحيطة، ناحية طرف الشارع. أنا مش لاقي الفيديو دلوقتي طبعا، بس ده اللي هو قاله بالظبط. ضد صحيح مسلم وصحيح البخاري، رسول الله قال ما تسلموش على اليهود والنصارى قبل ما يسلموا عليكم، ولما تقابلوا أي حد منهم في الطريق خلوهم يمشوا في الجزء الضيق منه. والإمام مالك قال نفس الكلام برضه. في الحقيقة عمر بن الخطاب اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه لو كان في نبي بعدي كان هيبقى عمر بن الخطاب في عهده. عهده هو مش ميثاق الأمم المتحدة، في عهده مع أهل الشام، مع المسيحيين اللي في الشام، في عهده الكافر والمسلم مش مسموح لهم يلبسوا نفس اللبس زي بعض. لو المسلم خرج يوم العيد وشاف الكافر لابس لبس حلو، الكافر لازم يقلع هدومه ويديها للمسلم. شايف كده؟ شايف البلطجة دي؟ دول الناس اللي انت جبتهم دي معتقداتهم. تفتكر هيعملوا فيك ايه؟ هم حرفيا هيستعبدوك، هم فعلا هيستعبدوك لو قدروا. واليسار الووك بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يضمن ان اعدادهم تزيد. الكافر لما يمشي في الشارع لازم يلبس حزام أحمر حوالين رقبته، ولازم يحلق جبهته، وكمان لازم يلبس جزمتين مختلفين عن بعض، وممنوع عليه يتنفس، وممنوع يمشي على الرصيف، لازم يمشي في نص الشارع، ولازم يركب على بغل. وده بس للكبار مش للأطفال. وتقدر تشوف ازاي الإسلام بيخلي الطفل يبقى مسلم. الكافر أو الطفل اللي بيكبر في حالة كفر هيتحول للإسلام. ليه؟ عشان الطفل هيمشي مع أبوه هيقول له يا بابا ليه جبهتك محلوقة؟ مش عارف ايه ده، المسلمين بيخلوني اعمل كده. ليه لازم تمشي؟ ليه مش راكب الحيوان زي المسلمين؟ هم بيركبوا الحيوان كده. ليه راكب الحمار ورجلك الاتنين متدليين على جنبه؟ بص على النور، بص على الناس دول بيضحكوا. بص على الأحلام الجنسية، بص على الأحلام اللي عندهم. ده معنى الآية 929 في القرآن، هما صاغرين. في بعض الترجمات معناها أنهم اتذلوا وبعدين بيدفعوا الجزية. بص على ده، بص على ده. اللي مش مؤمنين بالله واليوم الآخر، يعني اليهود والمسيحيين، حتى لو اتدت لهم الكتب السماوية، واللي مش بيعتبروا حرام اللي ربنا ورسوله حرموه.
واللي مش بيتبعوا الدين الحق، يعني انتوا أي حد مش مسلم، بس اليهود والمسيحيين، الهندوس حتى مش ليهم اختيار. قاتلوهم لحد ما يدفعوا الجزية بإيديهم وهم صاغرين، صاغرين تماما. واليسار المستيقظ بيقول لك، أو سياسيين بيقولوا لك تكون متسامح مع الناس دي. تاني، الراجل ده مش قاعد في أفغانستان، هو قاعد في بريطانيا وبيقدم الخطب دي. كل مره المسلم يجي لك يطلب منك هدومه بتديها له، ليه؟ كل مره يقول لك انزل من على الخشام لازم تقبل ده. ومش بس كده، قال الكفار ممكن يكون عندهم كنائسهم، بس مش مسموح لهم يدقوا الجرس، ولو مسلم ماشي جنبهم مش مسموح لهم يدقوا الجرس. فاكر كده؟ بس افتكر ده، مش مسموح لهم يدقوا الجرس، لكن هم عايزين يصرخوا الله أكبر، الأصوات المزعجة دي. هم عايزين يعملوا الأصوات العالية دي على السماعات، وإحنا بنسمح لهم. أنت بتسمح لهم. بص على ده، في بلدهم حتى جرس الكنيسة مش مسموح يدقوه، بس ده اللي الغرب بيسمح بيه. ده في نيويورك. هنا في بطانية، احنا سامعين أذان، تعال هنا. أعتقد إننا بناخد ده كتير جدا. دي نيويورك. اصحوا، اختشوا شوية يا جماعة، اختشوا شوية. أنا عارفكم، أنا عارف إنكم زعلانين، بس بجد سمعتوه قال إيه؟ هو عنده حق جدا جدا. تاني، مش لازم أنا اللي أقولها، مش لازم تسمعوني أنا، لازم تسمعوهم هم بيقولوا لكم عايزين إيه. بصوا على ده. المسيحيين الإنجليز اللي في ليستر مضطرين يسمعوا الأذان الإسلامي 5 مرات في اليوم من 70 مسجد مختلف. اسمعوا ده. والراجل ده بيقول لك إيه؟ ليه كل مرة المسلم يجي لك يطلب منك هدومك بتديها له؟ ليه كل مرة يقول لك انزل من على الحصان لازم تقبل بكده؟ ومش بس كده، قال الكفار ممكن يبقى عندهم كنايسهم، بس مش مسموح ليهم يدقوا الجرس. ولو مسلم مثلا ماشي في الشارع، نقول مثلا مسلم كان في شارع جوير مثلا، شرب شيشة حلوة واكل ستيك حلو، لا حب ولا دوشة، احنا ما بنتعاملش مع الحاجات دي. وهو ماشي كده وبيحك بطنه وبيقول لنفسه يا راجل انا مش عايز ازعل مراتي النهارده. اللي تقدر تعمله تروح الكنيسه وتخبط على الباب، يا جون خليني ادخل. ماشي مفيش مشكله، جون لازم يستضيف عبد الغفور الليله. عبد الغفور ببطنه الكبيره وهو بياكل الكباب بتاعه، جون لازم يفتح الكنيسه وعبد الغفور يروح هناك وينام مرتاح ويقول تمام يا جون شكرا ليك، وبعدين يكمل طريقه. هم عملوا كده قبل كده. عمر بن الخطاب كان الخليفة الثاني في الإسلام. ده مش الكلام ده مش هذيان، ناس مسلمين مجانين. كل اللي بقوله لك أنا بنصحك تروح وتقرأ عهد عمر. لما عمر فتح القدس سنة 634 ميلادي، هو حتى ما قالكش كل التفاصيل، هو ساب كتير من التفاصيل. اليهود والمسيحيين ما ينفعش يبنوا بيوتهم أعلى من بيوت المسلمين، ما ينفعش يتبني كنايس أو معابد يهودية جديدة، بس اللي موجودين يفضلوا، وحتى مش مسموح لك تجددهم. دي هي الشروط. وطبعا يعني تقدر تقتحم أي كنيسة في أي وقت، هما مش مسموح ليهم يدقوا الجرس. عمر بن الخطاب كان عمل كده بالفعل، هو اللي كتب الدستور ده هو المرجع بتاعهم. انت متوقع ايه اللي هيحصل لكم؟ ولازم تفتكر، حتى لو بتستمد إلهامك من تركيا مش كده، إندونيسيا وماليزيا مش كده، لأنهم كمان مروا بمراحل تطورهم الخاصة. تمام؟ الناس اللي هيقلبوا بريطانيا لما يعملوا كده دول أسوأ الأسوأ، مش زي الماليزيين، فاهم؟ مش زي الأتراك، دول أكتر ناس متشددين في الإسلام، ممكن تلاقيهم في أي مكان. وعشان كده حتى العرب بيحاولوا يحذروكوا وبيقولوا انتوا بتعملوا ايه. وعشان كده الناس دي بتكره العرب، بيكرهوهم وبيكرهوا كل دولة مسلمة تانية. هيقولوا لك إن ولا دولة مسلمة عايشة أو بتحكم بالإسلام صح. الصبح بدري انهي زوجة هتعيش مع جون في الظروف دي؟ ايه نوع الشرف اللي في اني اعيش مع جون؟ وعبد الغفور بيجي كل ليلة جمعة وبينام في سريرنا كمان، طبعا عشان السنة اننا نهتم بالضيف، مش كده؟ ما اقدرش اخليك تنام على الارض لو مش قادر، على فكرة انت مسلم. طيب ولما عبد الغفور يروح بيت جون نام على الارض ولا هنام على السرير؟ ايه اللي هيحصل؟
تريسي هتكون على الارض بتفكر جوزي جبهته محلوقه، وده بص على ده وتاد ما شاء الله. مين فيهم اكثر جاذبيه؟ احنا مش شواذ، انا بس بقول راجل جبهته محلوقه وواحد. وأنا متأكد إن براد بيت لسه شكله حلو، حتى لو حلقت راس براد بيت ولسه عندك شعرك كله، وشك الوحش هيبقى أوحش من براد بيت برضه. حوالي رقبته وجزمتين بلونين مختلفين، او امير خطيب. احنا بنتكلم عن امير خطيب هنا دلوقتي بالقبعه الشيشانيه الحلوه دي ودقنه الكبيره، عارف ميله شويه على جنب. أيوه. وعنده الشراط هنا، لا اله الا الله لا اله الا الله، وعنده سلاح كبير ولابس جاكيت تمويه كبير وجزمه حلوه وكمان لابس جوانتي. حتى لو عنده اصبعين ناقصين لسه شكله جذاب. ايوه. تريسي هتعمل ايه؟ جون دخل على مشكله، هو بس دخله عشان ياكل كباب وكمان خسر مراته، يعني كل الناس هتبقى مسلمين، وده يا اخواتي هو الدوله الاسلاميه. دي هي الدولة الإسلامية. آسف، لازم تتفرجوا على ده. كنت هقفل الفيديو ده 3 مرات على الأقل، بس قلت لأ، لازم أكمله، لازم تعرفوا إيه اللي جاي. عشان كده أنا عندي احترام كبير للبلطجية العنصريين دول من اليمين المتطرف. في بريطانيا الناس بيعملوا مسيرات كبيرة ضد موجة المهاجرين واللاجئين الضخمة. المتظاهرين بيعترضوا بشدة على التغيرات السكانية السريعة في بريطانيا. هم بيطالبوا بترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين. هم بيقولوا إن السياسات الحالية بتهدد مجتمعهم ومستقبل أولادهم. مش الأطفال بس يا جماعة، كلكم هتضطروا تحلقوا شعركم. الرجل الأبيض راجل ابيض راجل ابيض راجل ابيض راجل ابيض. مش فارق معايا، حتى لو اضطروا يستخدموا بياضهم عشان يدافعوا عن نفسهم، مش فارق معايا. ربنا يقويكم، مش فارق معايا، لأن أي حاجة أحسن من الناس دي. اسمع الراجل ده، اتقبض عليه لأنه كان شايل يافطة مكتوب عليها الإسلام المتطرف خرب ثقافتنا. اسمي رايلي مادوكس. كتير منكم ممكن يعرفني من الفيديو اللي انتشر لما اتقبض عليا في مسيرة يوتيوب اليو سي كي يوم 16 مايو 2026. كنت شايل يافطة بتوضح معتقداتي. انا جيت هنا النهاردة عشان اثبت موقفي، وزي كل فريق اللي هنا احنا تعبنا جدا من النساء المسلمات المتطرفات اللي بيخربوا شوارعنا وثقافتنا. احنا دولة مسيحية ولازم نفضل كده. ليه؟ لأن معتقداتنا وأخلاقنا مختلفة تماماً عن معتقدات وأخلاق الناس اللي بيدخلوا البلد دي بشكل غير قانوني. اسمحوا لي أقرأ لكم شوية آيات من القرآن. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله فلما تقابلوا هؤلاء المؤمنين في المعركة اضربوا أعناقهم لحد ما تسيطروا عليهم تماماً. صحيح. يقتلهم أينما وجدتموهم واطردوهم من الأماكن اللي طردوكم منها لأن الفتنة أشد من القتل. احنا حتى مش من اللي بيحاربوا الله ورسوله وينشروا الفساد اللي عقوبتهم القتل أو الصلب أو قطع الأطراف. زي ما انت شايف بوضوح الآيات دي فعلا غير مقبولة في بلدنا، هي ضد معتقداتنا تماما كدولة مسيحية. ستاتنا وأطفالنا بقوا مش أمنين في البلد دي خلاص، وده بيخليني أغلي من جوه. وفكرة إن الستات والأطفال الإنجليز مش قادرين يحسوا بالأمان في بيتهم، انفق على نفسك، لأن في مسلمين متطرفين أكتر بيطلعوا من البلد دي وبيعملوا أفعال دينية على حالات اغتصاب حصلت هنا، وكمان بيعملوا مذابح أسوأ. شاب ذكي، شاب شجاع. احنا دولة مسيحية، ولو هم مش محترمين ده يقدروا يلموا شنطهم ويمشوا. وأنا مش شايف إنهم هيعملوها بمزاجهم يا جماعة، مش هيعملوها بمزاجهم، لازم تخلوهم يعملوها. اسمعوا الولد ده. في المدارس بيضغطوا علينا نتعلم عن الإسلام ونتعلم عن الناس اللي جايين علينا. أنا مش عايز أتعلم عن ده، أنا عايز أتعلم عن ثقافتي ومعتقداتي، وأنا فخور إني إنجليزي. قالوا لك عن وثيقة الحقوق؟ لا. أتعلمت عن خط ماجينو. في المدرسة كانوا بيعلمونا عن الإسلام، عن النبي محمد وكل أفكارهم وكل معتقداتهم، نادرا بيقول المسيحية في الآخر. قالوا لك عن إزاي كان زعيم حرب في بروتس. بريطانيا، بص على ده. عايز تعرف ليه كده؟ اسمع للعقل المدبر ورا ده. ليه بيعلموهم عن ديانات ناس تانية؟ عشان كده اسمع من المصدر نفسه. أنا شايف بطريقة ما لبلد زي بريطانيا
مستقبلها لازم يكون كدولة عالمية، كأمة من مواطنين عالميين، مش بس مواطنين بريطانيين، مواطنين. فأنا شايف زي ما أنت عارف إن الحوار بين الأديان في السياق ده مهم جدا، لأنك ما ينفعش تكون مواطن عالمي وإنت مش فاهم في الأديان. أيوة، لو أنت مش فاهم في الأديان يبقى لازم تتعلم عن الإسلام عشان تكون مواطن عالمي. دي مش مؤامرة يا جماعة، دي مش نظرية مؤامرة، كل حاجة بتحصل قدام عينينا. فبصوا، هم لعبوا أوراقهم، هم كشفوا نواياهم. دلوقتي احنا عارفين هم عايزين ايه وبيحاولوا يعملوا ايه. كل حاجة بقت واضحة. عارفين دي مش جمعية سرية، دي مش جمعية فابيان. عارف هم موجودين ولا لأ؟ كل الناس دي فابيان، كلهم. يعني هم كشفوا نواياهم، كشفوا أوراقهم، ودلوقتي بيحاولوا يسكتوا ويضطهدوا الناس على قد ما يقدر. بس لسبب ما كل ما تضغط على الزنبرك أكتر كل ما هيرجع بقوة أكتر، كل ما هيرجع بعنف أكتر. وأنا أعتقد إن ده اللي بيحصل، لأن كل الطاقة اللي بيحطوها في ضغط الزنبرك ده، الطاقة الحركية دي هتتحرر في وقت ما. وده بيحصل يا جماعة، وده هيحصل. أنا ما عنديش أي شك إن كل ده هينفجر في وشهم، والغرب هيعدي من ده. الغرب هيعدي من ده.